ما هو انت من 3 سنين بص عمل هنا ايه؟ يعني ده عصير الصراحه عشان كده شربتني، وانا عارف ان انتوا بتردوش على الناس اللي زينا. طب ما التبطيل سهل اهو، دي احلى اغنيه انا سمعتها في حياتي. يا دودو عامل ايه؟ كنت بحط كوردات غلط واعمل دي انا كنت شايفها على النت، مفيش مكوك من هنا على امريكا على طول، لازم بتطلع الرشاش من عربيه. هو انت بتغني ليه اصلا؟ ازيك يا اسامه؟ الحمد لله. انا مبسوط ان انت معانا النهارده في برنامج عالم اوفر اللي هنختبر فيه قد ايه انت شخصيه اوفر. اولا بيتي عاملين 3 اطعمه جديده، ميكس بيريز، ليمون ونعناع، برتقال. تحب تشرب مين فيهم؟ الموف. ماشي. وانت بقى بتشرب كده عايزين تاخد بق وتحكي لنا اكتر موقف اسامه افور فيه في حياته. انا بأفور في حالتين: لما اكون متعصب متاكد ان انا مش غلطان، واكتشف ان انا غلطان في النص، او انا كنت فاهم حاجه غلط فما برجعش وما بفضلش على نفس نعلى بقى. بأفور بقى. ما هو انت من 3 سنين كنت مع فاهم افوره خطيره. وبأفور في حاجه تانية الصراحه، في شرح المزيكا اللي عجباني. يعني مثلا انا في اغنيه عجبتني، بتحمس قوي لما بسمع اغنيه جديده حلوه. اتكلم بقى العيال تقول لي حالا دلوقتي هسمعكم باغنيه برونو مارس الجديده. بص عمل هنا ايه وقام رافع يا اسامه. طب بس استنى بس انت دلوقتي. انا ببص على نفسي بقى من بره كده عدسه واسعه كده، انا اوفر والناس كلها قاعده. فانا باوفر الصراحه. دول اكتر حاجتين ممكن اكون بعملهم اوفر. احنا دلوقتي هنسالك شويه اسئله، الفقره دي اسمها تروث جوس. يعني ده عصير الصراحه عشان كده شربتني. بالظبط. دلوقتي بقى هناخد منك اجابات سريعه صريحه من غير لف ودوران. طبعا الاستاذ اسامه عنده معجبين كتير. ايه اغرب افوره شفتها من واحده من معجباتك؟ الفعل اوفر، بس هو مش الاوفر الوحش. انا في بنت قبل وبيننا ميعاد واحد، او في وبيننا ميعاد واحد، هي دخلت قالت لي بص انا بحبك جدا، وانا عارفه ان انتوا ما بتردوش على الناس اللي زينا. عارف انت الحاجات دي بقى اوفر اوفر قوي. يعني انا حبيتك وحساك كده اخويا، فانا هفضل اكلمك عشان بقى بنت بتبعت لي كل يوم، مش بتبعت لي اللي هو ازيك طب انت عامل ايه، او مش بتزن ان انا ارد، هي بتتعامل معايا. بقول لك انا رحت النهارده الدرس والمستر كان عامل كذا 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 كذا. اسامه الحق الواد بص لي تاني. وبعدين الموضوع بيبقى دراماتيك اكتر. على فكره انا ما حدش خد باله النهارده ان انا زعلانه من العيله. انا كان نفسي بس اطلع اتفرج معاهم على التلفزيون فيقولوا لي مالك، اني مش لاقي حد احكي له، فانا هحكي لك انت حاجه اوفر يعني بس كيوت. اوفر بس جميله في يعني. مشوارك الفني ايه اكتر ريسك كان ممكن يشقلب لك الدنيا كده او كده وخدناه سمع كويس؟ مسلسل المعلم. ريسك على مستويين، مستوى شخصي على مستوى فني. الفيلد بيراكورك في حاجات وانا بحب اجرب. كنت لسه مخلص بينا ميعاد واحد وبينا ميعاد 2، الشباب والمعادي والحاجات دي وبتاع، والناحيه الثانيه خالص. فكان التفكير في حته ان انت هتفضل بقى تقيم الحته دي ولا نفس الناس وبتاع. وبعدين هم خلاص الولد اللي بيطلع وبيغني او بيعمل او الحبيب والحبيب وبتاع، والناحيه الثانيه حد ولد مدمن. انت بتارجت اودينس تانيين خالص، مسؤوليه اكبر. الريسك الشخصي هي كنت خايف جدا مسؤوليه المدمن دي تضرب في وشي. اخاف جدا ان انا لما اعمل مدمن، خاصه ان هو بيتعافى في النص، فالناس تقول لك طب ما الواد منعم ده ادمن وبعد كده بطل وبقى حياته حلوه فخلاص قشطه يا معلم هنبطل فيها يعني. فكنت خايف انها تضرب. ان انت على الاقل لو واحد بس شايف المسلسل قال لك طب ما التبطيل سهل اهو قشطه بقى ابطل بعدين. دي كنت حاجه خايف منها. من وسط اصحابك في الوسط الفني شويه شباب عارفينهم كده، جروب لذيذ. ماشي. اكتر حد انت عارف ان الشخصيه دي اوفر حلو يعني، بس اوفر. محمد ابراهيم ده شاعر وكاتب مهم جدا. هو بيأفور في الاطراء. دي احلى اغنيه انا سمعتها في حياتي. خلاص خدت بقى الاوبشن ده. فحد تاني صاحبه يسمعه اغنيه دي احسن اغنيه انا. بس هو الحمد لله قفشت عليه واتغير. حبيبه مصطفى جميله بتاع جليل فيها حته كده. اوكي اسامه الموضوع ده حلو قوي. هي بتديك البعد بتاع ان انت على فكره انت ممكن تكون عملت حاجه حلوه فيعني اتبسط شويه. عمرك اتحطيت في موقف حد عارفك وجي سامع عليك بعشم قوي وانت مش فاكر ده مين؟ كل ساعه بتعرض لموقف. هو طالما دخل عليك بعشم يا دودو عامل ايه ده يا مان، اكيد انت تعرفه انت بس اللي مش فاكر. فبتخش تسلم استنادا على المعلومه دي. احنا اكيد اتقابلنا حبيب قلبي عامل ايه من اخر مره ما اعرفش. هو هتلاقيه يقول لك ياه ما شفتكش من ايام الجونه اللي فاتت، عامل بوز فيطلع كنا في الجونه خلاص فلتر. اخر سؤال معانا في الفقره دي ودي عايزه صراحه قوي بقى، ايه اوحش نصيحه في التمثيل سمعتها مش مهم من مين، جربتها وخيشت او حسيت انا لا يمكن اجربها اصلا؟ في التمثيل نصيحه ما تحفظش دي حسيتها مش منطقيه بالنسبه لي. ممكن تكون جربتها ولا ما جربتها طبعا. لا انا تخش كده. انا بحب اجرب جدا. حلو. اجرب واخيش ما عنديش مشكله ماشي. بس على مسؤوليتي. في الغنى الناس اللي بتنصحني تقول لي شوف الناس بتحب تسمع ايه واعمله. دي برضو اسوأ نصيحه ممكن حد يقدمها لحد في المزيكا. خلصنا فقرتنا وانت كنت في منتهى الصراحه. الفقره اللي جايه بقى هنكذب لا هي بجد اوفر. جبنا لك لقطات من حياه انت اوفر.
اول حاجه انت عمال تتكلم عن الغنى، انت لما غنيت فبينا ميعاد جالك بعض الكومنتات الاوفر بعض. بحاول انا ما افلتر جاليش كومنت عادل. بترد عليهم، انت بتسكتش. انا ممكن افضل اتناقش وديبيت من 6 بالليل ل 6 الصبح بس مع واحد ما يعرفكش على السوشيال ميديا. اي حد. طب ايه اغرب خناقه سوشيال ميديا مع حد فان قال جمله ما عجبتكش عن غناك والموضوع وصل لفين؟ هي الفكره ما بتبقاش عن الغنى، اي كومنت رخم في العموم. تعليقاتهم ما كانتش اوفر بس ما كانتش منطقيه، بس الغلط كان عندي. هو كان الولد المفروض ان هو مش موسيقي جيد، هو الواد حلمه يبقى مزيكاتي، فانا عملت بقى فيها فنان وقلت لا انا هخلي طاهر ما يبقاش 100% يعني. هو واد لسه بيحاول يعمل اغاني، فهو بيسمعهم الاغاني على الجيتار في الحديقه، مش منطقي يبقى على الفرازه. ايوه طبعا. والصوت عامل كده والجيتار كنت بحط كوردات غلط واعمل زز وحاجات كده عشان يبقى الموضوع بس شكله حقيقي. راح ضربه في صدري. بهدلوني، هو انت بتغني ليه اصلا؟ فحاولت ان انا افهم، بس في لحظه كده حسيت ان هو خلاص يعني متاخر قوي ان انت تقعد تشرح، ما الغلطه عندي. تاني حاجه عندنا في طبعا صديقتك اميره اديب عملت اغاني ويا لهوي على الافواره بتاعت الناس. طبعا الاغاني طبعا حلوه، فكرتها مختلفه، جونر كده بتاعتها هي ما عندناش في مصر قوي. ايه رايك في العبث اللي بيحصل من الناس بتخاف من اي حاجه جديده، مش بكلمك على الاعمال الفنيه، الناس بتخاف من اختراع جديد، من ديفايس جديد، من لبس جديد، خصوصا بقى ان احنا عندنا مشكله برضو ليها علاقه في الاجيال يعني اللي فاتت، ما كانش كتير الاشخاص اللي بتعمل كذا حاجه دي، يعني هو الممثل ممثل والمغني مغني والطباخ طباخ، يعني فاهم. انا لما حد يسالني انت شغال ايه، انا بقول له انا اعمل في الحقول الفنيه، بتنفذ. على فكره انت لو ما عندكش ايقاع مش هتعرف تعمل اغنيه، ولو ما عندكش ايقاع مش هتعرف تمثل كويس برضو. هي كلها منفذه على بعض، واميره بتعمل حاجه هي عايزاها وحاجه حقيقيه، بحسها حباها يعني روحها فيها كده. يعني تقول لي رايك ايه، فاقول اهم حاجه انها حقيقيه، لان في الاول وفي الاخر ده اللي انت تقدري تقدميه للناس. هي حلوه او وحشه دي حاجه نسبيه، يعني في ناس هتبقى شايفاها حلوه، في ناس هتبقى مزاجها وحش شويه بتتفرج عليها فمش هتعرف تقول انها حلوه. طب جينا في سيره اميره، عملتوا مع بعض بينا ميعاد، الناس كلها قالت ان انتوا متصاحبين، والناس كلها اتقالت حتى قبل وهي بتعمل التيزنج بتاع الفيديو الاخير ده جات لي ده اكيد اسامه الهادي وانا انبسطت قوي. يا جماعه انتوا شايفيني انا شايفيني جان كده، ده يعني شكرا. اي ممثل بيمثل مع واحده بيطلع عليه كلام ان هم متصاحبين، حاجه زي كده بتاثر بقى في انا بنبسط قوي. ليه بقى؟ عشان بس ده بيديني بوصله كده ان احنا كنا بنمثل بشكل صحيح. ترو. لو في حد في حياتك ما يتضايقش من الحاجات اللي على السوشيال ميديا ما جربتهاش بقى، انا ما عنديش حد في حياتي. خلاص يا عم. اخر حاجه بقى معانا في دي فضايحك الكبيره. احكي لي اكتر عن الافواره في الصور. ايه بقى ده؟ دي كانت حاجه خيريه، يعني كانت كل الناس كانت بتصور برفع الايدين، ده اللي هو علامه يعني عشان كلنا نعمل. فدي تمام، مش هنظلمه. ليه في دي انا كنت شايفها على النت وانا بطير بالجيتار كده، وكان حلمي من وانا صغير ان انا اصور صوره زيها. دي مش اوفر؟ بس اوفر حلوه. لا الصور لازم تبقى اوفر، انا ده رايي كده طبعا. يعني بص هنا، ايه ده؟ الصور لازم يبقى فيها حاجه اوفر عشان تخليك تفضل باصص عليها. اخر فقره معانا وهي هنلعب لعبه، عايزك تحكي قصه ارتجلها كده واحنا قاعدين. ماشي. وانا كل شويه هقول لك افور، نعلى ونشوف هنعرف نوصل لفين. جيت الجونه في مره في الشتاء، وده ما كانش قرار صحيح. ليه بقى؟ عشان انا اي شتاء بيجي باخد كل 3 ايام حقن، والحقنه لازم تتاخد في مستشفى وتكون المستشفى فيها جهاز معين. الجهاز ده مش موجود غير في الولايات المتحده الامريكيه. فبنعمل ايه في الجونه هنا، ودي معلومه محدش يعرفها، بعد جو باص وراه على طول في محطه سريه، محطه فضاء. احنا بنركب بقى المكوك، مفيش مكوك من هنا على امريكا على طول، لازم بتعدي ورا القمر كده. ايوه. وبعدين تنزل، بيبقى طريق اسهل، بتنزل على امريكا، تنزل هناك بقى على مستشفى. المستشفى دي بتفتح بقرنيه العين بتاعه الاشخاص اللي يكونوا لابسين اخضر او بينك، فانت ممكن تطلع معايا لو انت عايز تطلع الرحله. وانا كنت رايح هناك بقى لابس ازرق وعايز اخد الحقنه، جو برد، فقمت داخل مطلع الرشاش من عربيه، عملت ما فتحتش، قمت مطلع البازوكه، فتحت البتاع اتفتح وانا معدي، قامت مزمره برضو. هي مين دي؟ البتاع بتاعت ايوه صح، والله ما رضيتش من كتر الافوار انا نسيت اتكلم عليها. طيب يا اسامه، انت طلعت بتعرف تافور بس مش اوفر، ونسبيا عندك افوار. انا موافق على الكلام ده. ماشي، هنبسطنا ايه معاك؟ وانا كمان قوي. في هديه صغيره، دي شنطتنا وعالم تاني جواها جميع انواع العصير. ده انتوا عالم اوفر. عندك سنه في عالم تاني، اي ورك شوب عايز تحضرها يو هاف فول اكسس. عارف انا القلم اللي بيقلب تاتش ده، سمعت انا قلت ايه؟ بيقلب تاتش باهر بالقلم. لا سمعت ان قلت لك في سنه في عالم تاني فول اكسس للورش كلها. ايه بجد؟ انت كنت بس منبهر بالقلم. اوفر. بس ده قمر والله. شكرا عالم تاني، شكرا عالم اوفر. احنا انبسطنا ان انت كنت معانا النهارده، وشكرا على العصير. ثانك يو، كانت حلقه حلوه حبيبي.